ازيك يا كابتن ايمن؟ مساء الخير يا كابتن اسلام. ازي حضرتك يا كابتن؟ تمام الحمد لله تمام. اولا الف مبروك طبعا فوز نادي الزمالك النهارده. يعني طبعا فوز متوقع، ولكن الاداء الحقيقه ما كناش كلنا متوقعين ان هو يبقى بهذا يعني تحسن الاداء بشكل كبير جدا يا كابتن ايمن. انا بتفق معاك، يعني مش محتاج ازود حاجه على كلامك، يعني كلامك اختصار لحقيقه موقف كنا شايفينه وحقيقه اداء شفناه وواقع نتيجه كنا يعني حابين ان الزمالك يبتدي بيها بهذه الطريقه. يعني حضرتك سعيد الحقيقه بالمستوى اللي ظهر بيه نادي الزمالك النهارده؟ لا هو يعني طبعا احنا مبسوطين ان الزمالك بيلاقي اداء كويس، لان النتيجه يعني اعتقد الفروقات سواء يعني على جميع الاصعده كانت في صالح نادي الزمالك، يعني الموضوع مش محتاج ولا احتفال ولا سعاده ولا اي نوع من انواع المبالغات، هو واقعيه ان الزمالك يصنع الفرق الطبيعي ويقدم الفرق الطبيعي، هو ده اللي كان كويس. يعني كويس ان الزمالك حقق الفرق الطبيعي في ده كويس، لكن مش بنتكلم على ان حاجه ما فيش مبالغه في الموضوع. الزمالك ادى اداء مقبول جدا وعبر على انه هو الزمالك، وان اللي بيلعب قدامه فرقه طنطا فرقه محترمه بصديقنا العزيز اللي فيها الكابتن رضا عبد العال، وهم ادوا والزمالك ادى، والزمالك صنع الفارق بقدرات لاعبيه ومدربه، وده كان واضح في الملعب، واحتفظوا بالشخصيه واحتفظوا بالفارق الفني والفارق البدني، وهو ده اللي ميزهم في المباراه، وده كان مقبول وطبيعي. يعني عشان برضو ما نشوفش الموضوع بمبالغه لا يا كابتن الحقيقه يعني الموضوع الحقيقه اتفضل يا كابتن اتفضل. والواقعيه النتيجه وواقعيه الاداء البدني والفني كان كله مقبول جدا. لا هي الحقيقه اللي انا بقوله لحضرتك ان يعني الزمالك النهارده ما كانش من المتوقع ان يظهر اللاعبين بهذه الصوره الجيده الحقيقه زي ما حضرتك قلت يعني. لا انا ده انت اللي قلت او يعني انا اللي قلت ماشي، انا وانت واحد يا كابتن مفيش مشكله. لا. لكن لا خلينا طبعا نتفق ان تقصد كمان ان في جزء نفسي جدا ان كان مهم ان لعيبه الزمالك يعرفوا يحسوا بده، وخلي بالك في شكل مجلس اداره جديد كان مهم كمان يظهروا بالشكل ده. وبصراحه خلينا نتفق ان لعيبه نادي الزمالك تحملت فوق طاقتها في الفتره الاخيره، سواء من الناحيه التعاقديه او ناحيه المكافآت او ناحيه العلاقات، او يعني اللعيبه بصراحه اثبتوا اخلاص غير عادي وحب في الكيان بشكل غير عادي، ومستوى ايضا اعتقد هو اللي قدموه النهارده. يعني بيقولوا لمجلس الاداره اتصرفوا بسرعه، يعني عايزين مستحقاتنا، بس من الملعب مش بالبق، مش باعتراضات، مش بمخططات، مش بترتيبات، لا الناس نزلوا الملعب ادوا بشكل رائع جدا، اعتقد بيحرجوا كل المنتمين للنادي الزمالك سواء اداريين او محبين ان هم لازم يهتموا بهذا الفريق. مش اللعيبه بس يا كابتن اللي كانت بتعاني الفتره اللي فاتت، ايضا جمهور نادي الزمالك الحقيقه كان بيعاني خلال الفتره اللي فاتت. انا بتكلم ماشي، بس المعاناه الرئيسيه بتيجي من نتائج الفريق واداء الفريق، وهو ده اللي بيدي الانعكاس سواء على الجمهور او بيدي انعكاس على كل الوسط الرياضي. فانت النهارده انت في بدايه كلامك ان انت عندك قناعه ان نادي الزمالك بيستعيد جزء كبير قوي مهم من شخصيته جوه الملعب، مظبوط، بعيدا عن النتيجه وبعيدا عن المنافس وبعيدا عن فروقات التاريخ وبعيدا عن الفروقات الفنيه والبدنيه. لكن انت في الاخر بتقول الزمالك لا عنده شخصيه في الملعب ومحتفظ بشكل معين جوه الملعب وعمل النتيجه المقبوله. ده الحقيقه يا كابتن. طيب كابتن، انا قريت لحضرتك تصريح امبارح، ما اعرفش طبعا اذا كان صح ولا غلط، ان من اولى اهتماماتك خلال الفتره اللي جايه رجوع ابراهيم صلاح وعبد الله السيسي الى نادي الزمالك. ما هو احنا هنقعد يا نحلم ونتكلم كتير يا نسعى للتنفيذ. الموضوع كله مرتبط بماليات يا كابتن اسلام. وانا عندي اولويات جوه الفرقه وعندي اولويات ولادي اللي بره الفرقه. وخلينا نتعامل بواقعيه ان انا عندي اولويات جوه الفرقه، ودي لازم تبقى بشكل سريع جدا، ولازم استعد لفتره الانتقالات في المرحله الجايه عشان اعمل عمليه تعويض ودعم للفريق. ودي الرؤيه بتاعت مجلس الاداره ككل، والرؤيه بتاعت الجهاز الفني، واعتقد الرؤيه الخاصه كمان بتاعتي. تمام. يعني انا ما ينفعش يخش اي فلوس او يخش اي حاجه واروح اتعاقد على حد جديد تاني بسرعه واروح اعمل مش عارف ايه واعمل ايه قبل ما تخلص اللي عندك جوه، قبل ما اخلص اللي عندي. ودي اولويات، لان الولاد اللي عندي انا مكسوف منهم. شوف اللفظ، انا اعتقد ارجو تتقبله، انا او احنا مكسوفين منهم، لان احنا رغم الظروف الصعبه اللي بتمر بيها البلد، رغم الظروف الصعبه اللي بتمر بيها اقتصاديات كلمه الرياضه بالعموم،
وكره القدم بالاخص، لكن خلينا نتفق ان عايزين نعمل حاجه للولاد، عايزين النشاط يرجع، عايزين الرعاة يخشوا، عايزين الجمهور يخش، جمهور الكوره، الجمهور اللي داخل يشجع كوره، مش اللي داخل يدي رسائل معينه. الجمهور اللي داخل يحب اللعبه، مش اللي داخل يحب اشخاص بره اللعبه. الجمهور اللي داخل بالمفاهيم الرياضيه مش بالمفاهيم السياسيه. الجمهور اللي داخل يحلي الملعب مش يوحش الملعب. الجمهور اللي داخل يحيي الملعب مش يطفي الملعب بالنار. كابتن ايمن، فكرك ده هيحصل الفتره اللي جايه ولا يعني انت راجل خبرتك الرياضيه كبيره جدا كنجم كبير في نادي الزمالك ومنتخبنا القومي واعلامي كبير الحقيقه، شايف ان ده ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه؟ هو اختبار. هو اختبار لحقيقه الناس. هل دول بيحبوا البلد؟ هل احنا بنحب البلد؟ هل حاسين بواقع البلد؟ هل حاسين بازمه البلد؟ ولا احنا بنتكلم بس وتنفيذنا كله عشوائي، مضطرب، مهزوز، انفعالي، اندفاعي، احمق؟ هل ده ادائنا؟ هل ده ولا المطلوب البلد في حاله اختبار لحب البلد؟ واعتقد ان المنظومه الرياضيه كلكم بتحبوا بلدكم وبتحبوا الرياضه. واعتقد دورنا كده، انا ما اعرفش خدت الحوار خطبي ليه، لكن الاحساس طلع مني كده عفوا يعني. لا يا كابتن، انت احساسك جميل وبيصل لكل الناس الحقيقه. اتفضل يا كابتن. يعني انا شايف ده دورنا ودور كل الناس ودور المدرجات ودور المشجعين ودور الاداريين ودور اللعيبه، ازاي نحتوي بعض وازاي نرجع المنظومه الرياضيه، ازاي نخبي عينينا شويه على الوحش، وازاي نشوف الكويس ونفعله ونظهره بشكل ايجابي. عندنا دور مهم جدا حتى نفسي للناس. احنا طول عمرنا بنتكلم عن لعيب الكوره عنده ابعاد نفسيه في المباراه وابعاد بدنيه وابعاد خططيه فنيه عشان يقدر ينزل يلعب ماتش كوره. حتى الجمهور بقى عايز الدعم النفسي. الجمهور لازم يصدق حقيقي ان هو ليه دور في هذا الكيان او في هذا منطقه الرياضيين. مزنوقين قوي في جمهور مصر، مزنوقين. مزنوقين قوي في جمهور مصر انه يرجع يفهم حقيقته ودوره وكلمه ملعب وشكل ملعب وحقيقه ملعب. لكن مش معقوله الملاعب بتاعتنا اصبحت ملوثه بالافكار. مظبوط بجد. ولازم يحصل عمليه فلتريشن او يعني عمليه فلتر، اي يعني عمليه تنقيه لكل الناس اللي داخله الملعب. ان ملعبنا محتاج جمهوره. تمام. المنظومه محتاجه ترجع. مش معقوله يا اسلام احنا ما بقيناش بنلعب كوره مره في الشهر ولا ما فيش حتى مره في الشهر يا كابتن ايمن، وبشكل اعتقد يكسفنا كلنا. دي مصر يا جماعه، دي مصر. كابتن ايمن كان في حواليك نجوم قد ايه وبتتكلم مع نجوم قد ايه. مصر طول عمرها يعني انا اعتقد طول عمر قطاع كره القدم هو كريمه المجتمع المصري، وسيظل يا كابتن ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. كابتن ايمن، برضو كان في اجتماع مجلس اداره نادي الزمالك الاول امبارح، يعني انتهيتوا لايه يا كابتن؟ اجتماع تحضيري. اجتماع تحضيري، وانت امبارح كان معاك ضيوف. الحقيقه كنت كل ما اجي اتكلم على كوره كان يقول لي لا يعني احنا ملناش علاقه بكره القدم، او يعني هنكون الممثل لينا للاداره في فريق كره القدم هيكون الكابتن ايمن يونس، لانه هو اللي هيكون مشرف على كره القدم. بص خليني اقول لك المختصر، المده صغيره والمهمه صعبه، والمطلوب في الفتره الحاليه مهم جدا اذا كنت عايز تكمل. فاحنا وده كان بالاتفاق مع الدكتور كمال، وكان مقترح جميل ان احنا نحول مجلس الاداره لاصحاب ملفات. يعني ما ينفعش انا اتكلم في كل حاجه وكل واحد يتكلم في كل حاجه، فحولنا نادي الزمالك لملفات، وكل واحد ياخد ملف يشتغل بيه ويجي على الترابيزه يستعرضه مع المجلس الاداره ونتناقش فيه كلنا. يعني لو قلنا ان ملف الكره عند ايمن يونس، ده مش معناه ان انا احب ان انا اختصر كره القدم عليا. بالعكس انا هشرك كل زمايلي في مجلس الاداره، وهشرك طبعا كمان لجنه الكره اللي هنظل محتفظين بيها. لسه كنت هسال حضرتك السؤال ده، نفس الكيان. طبعا انت عندك كابتن حماده يعني انا عشان كده امبارح طبعا انت بتهزر. ده حماده امام طبعا، ده حاجه كبيره قوي، قيمه ده شرف كبيره للنادي. وقيمه محترمه طبعا. وعندك الكابتن ابو رجيله، وعندك الكابتن الرائع حازم امام. وانا هضغط على حازم يستمر، وهدعو كمان اللجنه تتفاعل ببعض الاشخاص واحد او اثنين، ولن اتنازل عن ان واحد من اللجنه يمشي او يسيبها او يبعد عنها. ده نادينا وفي محنه وكلنا مرتبطين ببعض بحب هذا الكيان. فاعتقد دورنا ان احنا نزود علاقتنا ببعض ونزود اهتمامنا بالنادي. واعتقد عندنا مأمورية صعبة يا كابتن الحقيقة. عنوانها قادرين ولا غير قادرين. ما هو انت في الاخر محتاجين ننقذ هذا الكيان.
اعتقد يعني سوري عفوا، انت راجل جيت نادي الزمالك، بس انت نجحت وتالقت في الاسماعيلي، ونجحت وتالقت جدا في النادي الاهلي، وقدمت باك رايت مودرن بشكل مختلف، ونجحت وتالقت مع منتخب مصر. لكن اكيد انت كل جواك حب للكيان نادي الزمالك. مين ما بيحبش الزمالك؟ سواء اهلاوي، اسماعيلاوي، اتحداوي، مصراوي، النادي الزمالك ليه. حتى بقابل الناس كلهم يقول لك صعبان علينا نادي الزمالك، انا اهلاوي بس صعبان عليا نادي الزمالك. ما هي قوه نادي الزمالك يا كابتن ايمن في قوه كل الانديه، يعني لو لقينا الاهلي كويس والاسماعيلي كويس والزمالك كويس، اعتقد هيبقى في تنافس كبير جدا ما بين كل الانديه يعني. فعلا يا كابتن اسلام، وبجد انا بشكرك على المداخله القيمه، وانت يعني اعتقد ماشي على طريق رائع وادائك رائع وبيرتقي من وقت لاخر. يعني بتمنى لك التوفيق وسعيد ان انا تواجدت معاك. اشكرك يا كابتن ايمن، الحقيقه شرف لينا ان تكون حضرتك معانا. اشكرك يا كابتن ايمن يونس عضو